مساء الخير عليكم ومساء النور. المهم واحد البلاصه اليوم غزاله غزاله تبارك الله، كاينه في سوق دبر في الجيره، وراء سوق الجمعه. فاكيد الناس كلهم كيتكلموا عليها، وهاد البلاصه الصراحه ما نكذبش عليكم زوينه بزاف. غنخليكم تشوفوها معايا. كيفاش المنظر ديالها، مكان كيفاش الصراحه، مكان ساحري، مكان زوين ديال الجلسه، مشاوي. واحد الكاس ديال الشاي من نعناع من داك الشيء. الواحد يجلس هنا صراحه يستانس ياخذ راحته، بلاصه زوينه. فهنا كتبدا الطريق ديالنا اللي غادي نمشيو ليها. دابا الفجيره، صوب سوق الجمعه. من ورا سوق الجمعه كاين واحد المكان شفناه وما عمرنا اننا جلسنا فيه ولا فكرنا اننا نخيموا فيه. فطبعا اليوم غيكون لنا هذا هو اول يوم باش غادي نكتشفوا هاد البلاصه، وغنفكروا اننا نجلسوا فيها واحد المده ديال 3 ايام. وغتكون لي اول تجربه في حياتي انني نخيم على برا. كما شايفين هذه هي الطريق. كانت الطريق زوينه مع الجو ديال البرد والامطار وهذا، تبارك الله وصلان بي، يعني واحد الجو زوين. بما ان الخليج كيكون فيه الجو حار، فاحنا استفدنا هاد الايام هذه الحمد لله. كيف ما عارفين ان الانسان كيعيا شويه من الاوتيلات او الحجوزات وماشي كيكونوا شي اوتيلات رخاص وكيكونوا شويه غاليين، على حسب كل واحد والجهد ديالو. فالواحد كيمل، يعني الاوتيل راه نفس الدار، يعني كتبدلي من دار لدار. لكن بحال هاد الرحله هذه اللي ما كتكونش دايما وما كيقدرش الواحد يقدر يديرها، خصوصا في هاد المناطق هذه. كتجي صعيبه شويه بالناس اللي كتخاف واللي ما عندهمش القدره ديال انهم يخيموا على برا. فالمهم حبيت انني نوريكم المكان وكنتمنى انه يعجبكم. كيف ما شايفين معايا هاد البلاصه هنا كلها جبال، وكاين واحد الوادي هنايا. فالطريق هي شويه صعيبه بالنسبه للطوموبيل، خاصها تكون طوموبيل فورويل، ما تكونش طوموبيل صالون، لان هاد البلاصه كتعمر هنا بالماء. والطريق والطريق كتدي وتجيب، يعني يعني الطريق يعني ديال جوج ديال السيارات يعني وبزز، يعني الواحد خصو هنا يرد باله مع الطريق. فكيف ما شايفين الطريق شويه صعيبه ولا شويه. انا حسيت في الماء تحت. هذا انت ما حسيتي؟ ما شاء الله كيفاش الجبال، وخصوصا في هذا الوقت هذا ديال هاد البرد والامطار. فعذرا ان الصوت كيتقطع ليا لان الجو ما كيساعدش. فغندخلوا على هذا المنظر هذا زوين، غنخليكم تشوفوه معايا. ما شاء الله تبارك الرحمن، الجو روعة. هذا المكان اللي يقولوا انه ورا سوق الجمعة، سوق دبا بجيرة. مكان صراحة زوين 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 بزاف. شوفوا الاجواء كيف، اجواء ولا اروع. كيف ما شايفين المكان صراحة روعة روعة المكان. المهم كيف ما شفتوا معايا هذيك البلاصه، يعني بالنهار كيفاش كتبان، دابا بالليل طبعا. فاحنا استقرينا في واحد البلاصه، قلنا نخيموا فيها نجلسوا شويه، نغيروا جو روتين ديال الدار، راكم عارفين او الاماكن من غير هاد الجبليه. فاحنا جينا جبنا الخيمه هذه. كيف ما شايفين الخيمه
جبناها، وطبعا جبنا العده ديالتنا اتاي وعشانه واللوازم اللي غادي نحتاجوها. وطبعا راه برد ما نقولش لكم، ولكن الجو صراحه زوين من الاخر، الجو زوين. فكنتمنى ان هذا المكان هذا يعجبكم. مكان زوين كما قلت لكم، كيتواجد في الفجيره ورا سوق الجمعه. ومكان زوين صراحه، يعني تجيبوا فيه الوليدات وتجلسوا النهار كامل، يعني اللي يقدر يخرج من الظهر. فكان هذا هو البلاصه اللي بتنا فيها. طبعا فبالليل كيكون صعب انك باش تصور باش تشوف جماليه المكان. فهذه هي المكان، هذه هي الخيمه ديالنا اللي نعسنا فيها. كانت احلى نعسه في البراري. فتخيلوا ان بالليل ظلمه وهاد الجبال، يعني اكيد غادي ينزلوا ثعالب او ديابه او شي، ولكن سبحان الله شوفوا العمال النظافه مساكن كيجيو كينقيو الدنيا من الازبال، وهذا ما كيخليو حتى حاجه مساكن. عرفتي واحد الاحساس ما نعاود لكمش، احساس زعما زوين صراحه، احساس رائع. كيف ما قلت ان الاحساس كيكون زوين، ان الانسان كيبدل من دار لدار او من الاوتيلات او من، فكيطلع يخرج هاد الخرجه. طبعا اللي كيقدر، لانه صعيبه باش الواحد يقدر يغامر. بالنسبه لي انا وراجلي تعودنا اننا كنغامروا كيف ما شايفين البلاصه راها خاويه والجبال، يعني وبالليل راه كتكون حاجه اخرى. شوفوا بالنهار سبحان الله كيفاش المنظر شحال زوين، ولكن بالليل راه كتخلع. ولكن الحمد لله دازت زوينه، كيكونوا الناس هنايا مخيمين فيها. وهذه هي الخيمه المتواضعه ديالنا، اللي هي الصراحه كتهز هذه الخيمه 4 ديال الاشخاص. كتبان صغيره ولكن راها كبيره، تقدر جلسنا فيها وكلينا وشربنا ونعسنا فيها. وطبعا هذه المساحه شدها انا على قبل. والمساحه اللي كانت حدا الخيمه تما فاش كنت دايره واحد البتيت كويزين، كنت كنشقى فيها وكنجلسوا فيها تمايا. وهنا غادي نوريكم الطريق ديال انها راه مصايبين حاشاكم معزكم الله الطواليط. فالبلاصه اللي جالسه فيها انا هنا، والطواليط يعني راه كاينه مسافه راه كتبان. الاهم اللي هو زوين انهم دايرين الحمامات باش الناس تقضي حاجتها. ما تحسش حتى انك انت راك مديرونجي في هذا المخيم هذا، تحس لان الطواليط راه مهمه جدا. وطبعا كاين حتى المسجد. ف يعني المكان راه باين معروف انه مكان نقي، مكان شو تبارك الله وصل على النبي كيفاش داير، الشجر نقي، الارض تبارك الله. حتى اصحاب البلديه كيجيو هنا وكينظفوا، جزاهم الله كل خير، يعني ما مقصرينش من جهدهم. كما كتشوفوا هذا هو الحمام. دايرين حمام ديال الرجال ديال العيالات من هنا، وديال الرجال من الهي. وطبعا الحمام نقي من الداخل، لافابو، الصابون، كلينكس، كلشي. وراه الجامع كيبان. فالصراحه مكان زوين ونقي، يعني كنأيدوا بزاف الناس انهم باش يجيو يشوفوه. وهنا في الرجوع ديالنا كاين هاد السيول ديال الامطار وهذا، فقلت هادشي لا ما نصورهاش. فسبحان الله، لان الغدا اللي صبحت الشتاء قويه بزاف كما شايفين. الواحد كيلقى شويه المشاكل، ولكن الحمد لله. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وشكرا على اللقاء.